لو سألتوني ايه احلى اكل ممكن اكله في حياتي هقول لكم مفيش احلى من الاكل المصري. طاجن ورق العنب ولا الحمام المحشي ولا الرز المعمر بالقشطه والزبده الفلاحي. وعلشان بحب قوي الاكل ده فانا بقى اكتشفت لكم بيت بيعمل الاكل المصري اللي على اصوله، اسمه بيت مريم. هو مطعم كبير موجود في مدينه نصر. اول بقى ما بتدخلوا المطعم ده بتطلعوا بالاسانسير للدور الاخير علشان تبقوا قاعدين بتاكلوا على فيو عالي من فوق. عندهم قعدات اندور واوت دور، والمكان على قد ما هو كبير جدا واكلهم تحفه، بس في نفس الوقت اسعارهم حلوه جدا مقارنه بكل مطاعم المشاوي اللي ممكن تروحوها. واحلى حاجه شفتها هناك ان هما بيخبزوا العيش بنفسهم على حسب الاوردر، يعني العيش بيطلع سخن من الفرن عليكوا على طول. اول حاجه بقى طلبتها هي الشوايه الخطيره دي، في منها 3 انواع، انا اخترت اللي فيها كباب وكفته وطرب وسجق وشيش طاووق. واحلى حاجه بقى ان الشوايه بتنزل لكم سخنه كده وبتفضل مخليه الاكل سخن طول ما انتوا بتاكلوا. وطبعا اللحوم عندهم بلدي 100%. وعجبني قوي ان الحمام كان متحمر كويس جدا ومش دايما بيبقى متحمر كده في اي مكان. وده بقى طاجن ورق عنب بس مش بالكوارع، هو في ليفل اعلى شويه، طاجن ورق عنب بالستيك. يعني متخيلين كده بتاكلوا ورق عنب معاه قطع ستيك بتدوب. ولو هنتكلم بقى عن الحاجات اللي بتدوب فطاجن الرز المعمر ده كان بيدوب في قلبي، معمول بالقشطه والزبده الفلاحي، حاجه كده خطيره. وبعد بقى ما خلصنا الاكل خرجنا نقعد بره في الاوت دور جنب الدفايه، وكان لازم بقى نختمها ببراد شاي بالنعناع وطاجن ام علي بالقشطه واللبن، حاجه كده رهيبه. وبالنسبه لي بقى اوحش حاجه في المكان ده ان انتوا هتتخانوا كام كيلو كده قبل ما تمشوا من هناك.